انتوا متخيلين احنا بنتكلم ان فاضل كام يوم على رجب، وكام فاضل كام يوم على شعبان، وفاضل كام يوم على رمضان؟ متخيلين ان خلاص الايام بتجري، وخلاص رمضان اللي بنحسب له من العيد اللي فات خلاص قرب، وفاضل عليه حاجات بسيطة جدا. الايام بتجري، الاسبوع بيبدأ في ثانية بيخلص، ويبدأ الاسبوع اللي بعده، والاسبوع اللي بعده يخلص في ثانية، وهكذا. خلاص ايام 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 بجد، ويبدأ شهر رجب. شهر رجب هيبدأ من يوم الأحد أو من ليلة السبت، من مغرب السبت هيبدأ معانا أول يوم من شهر رجب. احنا اتكلمنا عن استعدادنا لرمضان، وقولنا لازم نستعد لرمضان بدري 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 بدري، ما نسمعش كلام اللي يقول ما تستعدوش بدري. ده كان كلامنا عن خزين البيت. كلامنا بقى عن خزيننا احنا بقى، كلامنا عن عبادتنا احنا بقى، كلامنا عن استعدادنا احنا وروحنا بتستعد ازاي لرمضان. لازم نستعد لرمضان من رجب وقبل رجب كمان. ما ينفعش تشيلي كل همتك وكل نشاطك لرمضان وتقولي ده انا هشد بقى في رمضان وهختم المصحف مرتين ثلاثة وهصلي قيام الليل وهصلي تراويح وهصلي مش عارف ايه وهعمل ايه وهعمل ايه في رمضان. مش هتعملي حاجة لو ما بدأتيش من دلوقتي او قبل كده كمان. هقول ان احنا مشغولين وما احناش فاضيين، فهنبدأ من رجب. يلا نبدأ من رجب ونستعد من رجب عشان نقدر نحصد تعبنا في رمضان، نقدر نحصد الخير اللي عملناه في رجب وشعبان في رمضان. ما ينفعش ابدا نحصد في رمضان واحنا ما زرعناش اصلا في رجب. فهنبدأ من دلوقتي نزرع في رجب ونزرع في شعبان عشان ربنا يتقبل منا، ونلاقي حاجة في رمضان نقدر ان احنا نحصدها. انا قلت لكم ان انا بستعد للعشر الاواخر من رمضان من دلوقتي، بستعد لهم. دربي نفسك من دلوقتي، دربي نفسك على قيام الليل، دربي نفسك على قراءة القرآن، دربي نفسك على الصلاة. حاولي تجهزي بيتك للعشر الاواخر دول من قبل رمضان بكتير. قلت لكم في ناس بيعملوا الاكل بتاع العشر الاواخر قبل رمضان عشان يبقوا عارفين هياكلوا ايه وخلاص الموضوع انتهى، ويفضوا للعباده. اصلها يا جماعه 10 اواخر فيها الخير كله. يا عالم هتيجي علينا تاني ولا لا، يا عالم هناخد الخير ده تاني ولا لا. فربنا مدينا فرصة عظيمة نغتنمها، مدينا فرصة حلوة جدا ان هو بلغنا رمضان. في ناس كتير كانوا مستعدين انهم يرجعوا تاني ويعملوا في رمضان اضعاف اضعاف ما احنا بنقول. فاحنا ربنا مدينا الفرصة ما نضيعهاش، ربنا مدينا القدرة ما نضيعهاش، ربنا مدينا فرصة نغير حياتنا ونغير كل حاجة في حياتنا. نخلي ان بداية تغيير حياتنا من النهاردة، من بداية شهر رجب. نبتدي كده نغير اسلوب عبادتنا، نبتدي نغير اهتمامنا بالصلاة، نبتدي السنن دي حاجة اساسية زيها زي الفرض، ما نفوتش ولا سنة. نيجي على رمضان كده نلاقي الموضوع سهل وبسيط وعادي، احنا واخدين على كده بنصلي السنن زيها زي الفروض. انما لو بدأتي في رمضان بقى انا عايزه اعمل السنن دلوقتي، عايزه في رمضان اهتم بالسنن، هتلاقي نفسك مره تكسلي ومره لا، مره مش عارف ايه. فرمضان مش تجارب، رمضان ما ينفعش نجرب فيه هنعمل ايه. رمضان لازم 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 تبدأي فيه صح، تبدأي فيه وانت مدربه نفسك ومدربه كل حاجه عندك على ان رمضان هيمشي كده. فاحنا بنبدأ من رجب ندرب نفسنا على السنن، ندرب نفسنا على قراءة القرآن. اختمي القرآن في رجب زي ما انت عايزة تختميه في رمضان. ابدأي من دلوقتي كده، لو هتقري كل يوم صفحتين 3 مفيش مشكلة، شوية شوية هتزوديهم، شوية شوية ممكن تختمي في رمضان 3-4 مرات. ما خلاص بقى انت واخده على كده، وكمان هتفضل معاكي بعد رمضان مش بس قبل رمضان يعني او في رمضان. بعد رمضان كمان هتلاقي نفسك دي عادتك، عندك ورد من القرآن لازم تقوليه كل يوم. هتلاقي ان انت عندك كل يوم صلاتك وسننك وكل اللي انت متعوده عليه من قبل رمضان هيمشي معاكي بعد رمضان كمان. من علامات رضا ربنا على العبد إن من في رمضان الناس يقولوا احنا ربنا تقبل منا ولا لا، احنا عملنا كتير يا رب، يا عالم هو ربنا قال لنا انتوا فعلا استفدتوا من رمضان او حاجه زي كده. من علامات قبول العبد في رمضان انك تواظبي على العباده بعد رمضان كمان، مش تيجي بقى بعد رمضان وتخسعي بقى وخلاص احنا رمضان عدى وخلاص، لا. من علامات القبول انك تفضلي مستمره في العباده دي لبعد رمضان.
فهنبدأ من دلوقتي نعود نفسنا على الحاجات دي، والله ما بتاخدش وقت ولا بتاخد مجهود. من دلوقتي كده واحدة واحدة نعود نفسنا على اننا نستغل كل لحظة في رمضان. هيجي رمضان وانتي عارفة انك هتعملي ايه ومخططة هتعملي ايه. هيجي رمضان وانتي طالعة منه وانتي مبسوطة وعارفة انك عاملة اللي عليكي، وان شاء الله ربنا يجازيكي خير على كل اللي عملتيه. استعدادنا في البيت، قلنا مش هنضيع وقتنا كتير في المطبخ، ولا هنضيع وقتنا في التنظيف، ولا هنضيع وقتنا في الكلام ده كله. هنعمل كله قبل رمضان عشان في رمضان نبقى رايقين. استعدادنا في التفريزات، هنفرز كل اللي يريحنا في رمضان، هنفرز كل حاجة تنفعنا في رمضان عشان نبقى برضو رايقين وعارفين نستمتع بأحلى أيام في السنة. استعدادنا برضو مع أولادنا، يعني من دلوقتي كده نبدأ ندرب أولادنا برضو حتى لو هم مشغولين، يعني هم لو وراهم تمرين ما بنفوتوش، نعتبر برضو تمرينهم على الصلاة وعلى العبادة الحلوة في رمضان من دلوقتي زيها زي التمرينات اللي احنا ما بنفوتهاش. هنبدأ من دلوقتي نعود ولادنا هم كمان زينا، هنصلي الفرض كمان السنة، صلي السنن مع الفرض. يلا نقرأ شوية قرآن بعد ما نصلي، يلا في الوقت اللي احنا فاضيين فيه وكده وقت راحة، يلا نشوف قصة حلوة كده من قصص الصحابة، نوريهم موقف حلو حصل الرسول عليه الصلاة والسلام أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، موقف حصل في السيرة كلها، يعني ندور في السيرة كده على أي حاجة تنفع ولادنا وياخدوا منها معلومة صح. حاجات كتير كده ممكن نعملها تغير من أسلوب حياتهم. يعني حاولي من دلوقتي تعرفيهم مفيش حاجة اسمها تلفزيون في رمضان، مفيش حاجة اسمها تضييع وقت في رمضان، التلفزيون ده كله فساد. فمن دلوقتي كده عوديهم ان احنا نتخلى عن العادات السيئة اللي هي التلفزيون والكلام ده، الاغاني والكلام الفاضي والكلام ده. شوية شوية عوديهم ان الحاجات دي حرام، الحاجات دي ربنا ما امرناش بيها، الحاجات دي رسولنا ما امرناش بيها. يبقى هنبتعد عن الاغاني والكلام الهلس اللي ملوش اي 30 لازمه، ونحاول نربيهم صح من اول شهر رجب، نحاول معاهم في التربيه الصح من اول رجب. هيعدي علينا رجب وشعبان هتلاقي اسلوبهم مختلف تماما في رمضان. شوقيهم لرمضان، خليهم يعدوا من دلوقتي رمضان، خليهم يحسوا ان احنا داخلين على حدث مهم، على حدث احنا بنستعد له من السنه اللي فاتت. خليهم يعدوا معاكي، خليهم ينظفوا البيت معاكي، خليهم يبدأوا يحضروا الزينة من دلوقتي رمضان، خليهم يحضروا المصليات بتاعتهم اللي هيصلوا عليها في رمضان، خليهم يحوشوا من دلوقتي عشان يطلعوا صدقات في رمضان، خليهم يعرفوا ان رمضان ما بيعديش علينا زي اي شهر عادي زي ما الناس بيقولوا. رمضان عندنا شهر مختلف، شهر عبادة، شهر فرحة، شهر بركة. خليهم يعرفوا كل اللي موجود في شهر رمضان عشان يستنوه من السنة للسنة ويحضروا ليه من السنة للسنة. ولسه كمان هنقول استعداد كتير في استعدادنا لاستقبال رمضان. وكل سنة وانتم طيبين.